يتوسع له، والتدخل من المالي كايتا سليمان، وضربة ركنية بتوقيت 51 دقيقة لعب لفريق الفيصلي. أكثر توجهات هجومية، أكثر نية في محاولة لتعديل النتيجة بهدف قلنا من المعدن النفيس، هدف ذهبي وغالي قد يقدر عليه فريق الفيصلي أمام العملاق الجزائري وفاق سطيف. قصي أبو عالية والرأسية، أي 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 أي, أي خروج غير موافق بالمرة من الحارس حتجاوي سمير. محمد خميس قلب الدفاع اليساري أعصر القدم، يحاول أن يمر عبر الخطوط الخلفية للدفاع الجزائري. كرة في القائم الثاني، والحكم يعطي ضربة مخالفة قبل أن يمتاز الحارس الممتاز حتجاوي سمير ويخرج الكرة في الركنية. هنالك عملية دفع على الحارس حتجاوي سمير، يقوم سلامات، ولكن الكرة كانت رائعة، كانت مقوسة بداخل وقباطن القدم اليسرى لمحمد خميس. لمشيه خالد فتحة عرضية ممتازة راحوا سليمان، وإمكانية العرضية والكرة اختيارة. عملية بدون مراقبة دفاعية من دفاع الفيصلي، كادت أن تأتي بالهدف الثاني، ولكن المهاجم الجزائري لم يعرف دراج ياسين كيف يتعامل بطريقة استعراضية مع هذه العرضية الممتازة للدولي الجزائري. راحوا سليمان، شوف شوف شوف، التأكيد يأتي في الريبلاي وفي الإعادة إفادة، وبالتالي ضاعت عملية الهدف الثاني عن فريق وفاق سطيف. قصي أبو عالية لم ينتبه لعودة أديكو، وكايتا سليمان يفتك هذه الكرة. معركة كبيرة في منطقة المناورات، خالد سعد بلقطة فنية ممتازة ويتواصل، وهجوم خطير لفريق الفيصلي. سراج التل ينتظر تباطؤ كبير من سراج، وحاتم عقل في المتابعة، يغير المكان على اليمين، وقصي يصوب، قصي يصوب بجانب الحارس حتجاوي سمير. إذا مشاهدينا الكرام نواصل معكم التواصل من خلال هذا الدور النهائي ذهاب في النسخة الرابعة من دوري أبطال العرب. النسخة الأولى عادت للنادي الرياضي الصفاقسي من تونس، والنسخة الثانية للعميد السعودي نادي الاتحاد، والنسخة الثالثة للرجاوي الكبير والمهم والأخضر. كورة 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 غدارة رائعة جدا من سراج التل، كادت أن تأتي من بعيد والله من بعيد بهدف التعادل لفريق الفيصلي. رائع ممتاز في القراءة سراج التل. الكرة للمالي كايتا سليمان، الرابط بين الدفاع والهجوم، ثوابت في وسط الميدان. إلى حد الآن مباراة لعبت تقريبا على هفوة فردية واحدة نجح في تسجيلها فريق وفاق سطيف بواقع الإيفواري أديكو ريمي مارسيل. النظام التخطيط والاستراتيجية للمدرب عدنان حمد ناجحة تماما على مستوى الدفاع بالثلاثي محمد منير، محمد خميس، محمد سهير، الأطراف خالد سعد وحيدر عبد الأمير. وهذه المراوغة والكرة والتسديد، تسديد قوي جدا، تسديدة على طول بدون أدنى تساؤل، مرت بجانب الحارس لؤي العميرة. وهذه الإعادة في التأكيد، بن شعيرة عزدين في التمهيد، وأديكو ريمي مارسيل في التسديد. الفريق الجزائري نادي وفاق سطيف أصبح متخصص في خطف الأهداف. وكورة سراج التل، سراج التل في عمق دفاع فريق الوفاق، وكورة مرتدة بين محمد يخلف ومعيزة عادل، كادت أن تأتي بهدف التعادل لفريق الفيصلي الأردني. الكرة ثابتة في دفاع الفريق الفيصلي، والكرة خارج الميدان بدون عنوان، وكأني بفريق المدرب عدنان حمد مقتنع بواقع نتيجة هدف ل0 5 دقائق من نهاية المباراة. هناك نوع من التراجع على مستوى النزعة الهجومية، وبالتالي قد يدفع الثمن باهظا، لأنه فريق الوفاق سجل أهداف في أوقات قاتلة جدا، وهو من الجانب الفكري والكروي
يعتمد على الطريقة الألمانية، وأنه الصافرة هي الحاكم الوحيد لنهاية المباراة وليس توقيت 90 دقيقة. حاتم عاقل بالتوزيع والكرة وجول جول 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 جول، هدف التعادل للفيصلي. حيدر عبد الأمير العراقي بكرة ثابتة يعطي هدف التعادل، وصمت رهيب، صمت رهيب يخيم على ملعب النار والانتصار. هدف من معدن نفيس، هدف الذهب، هدف الذهب. شوف حاتم عقل بكل عقلانية يلعب كورة، ولكن الحارس حجاوي سمير. قلت مشاهدينا الكرام وأن المباراة ستلعب على جزئيات صغيرة، ستلعب على هفوات تقديرية فردية، وجاءت الهدية الجزائرية من الحارس حجاوي سمير، والنادي الأردني نادي الفيصلي يكسب هدف أغلى، هدف من معدن غالي، هدف لهدف أكيد، وأن النتيجة انقلبت رأس عن عقب. الجماهير الجزائرية لا تصدق النفس. يعود إلى عمق الدفاع وسليمان كايتا، اللمسة الرأسية من أديكو والمتابعة من شعير عزين، ويعطي الحكم ضربة مخالفة، هذه المرة أخطر وأخطر بكثير لصالح بن شعير عزين. اصطيفية في آخر أمل من أجل ترجع، من أجل إرجاع الثقة للكرة الجزائرية. لموشية خالد الجزائري القادم من فرنسا، خطورة كبيرة على أخطر الحراس في العالم. لموشية خالد هل يفعلها في وقت قاتل؟ يتقدم لموشية يصوب، والحارس لؤي العميرة، لؤي العميرة يخرج الكرة في الركنية. في الحقيقة لم تكن خطيرة هذه الكرة الثابتة في المكان اللي موجود فيه حارس الفيصلي الأردني. الركنية تعددت الكرات الثابتة ولا تغيير على مستوى النتيجة 1-1. يلعب الكرة الركنية في القائم الثاني ومرتدة، ويخرج سلامات الدفاع الأردني. ترجع من جديد لكايتا سليمان، محمد خميس، انفراج مبدئي والكرة فضائية. 4 دقائق ونصف في الوقت البديل، والحكم الإماراتي يراقب الساعة، والكرة عند معيز عادل. آخر هجوم، هل تنجلي الهموم لفريق الوفاق؟ بن شادي رياض، بن شادي رياض، كرة بالميلي توصل لراحو سليمان اللي تلب الكرة على اليمين، ولكن ترجع لكايتا سليمان. كايتا سليمان، راحو سليمان، آخر هجوم، آخر عرضية منتظرة أمامه خالد سعد، يراوغ راحو سليمان ويوزع عملان. لا يتمكن خالد سعد من قطع هذه الكرة. 5 دقائق، وفي هذه اللحظة بالذات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم الدولي الإماراتي علي حمد عن نهاية المباراة بتعادل هدف لهدف بين وفاق سطيف وفريق الفيصلي الأردني. طبعا أديكو ريمي مارسيل كان السباق في افتتاح التسجيل لفريق وفاق سطيف، وعدنا حاتم عقل لفريق الفيصلي الأردني. أجمل تحيات معلق المباراة رؤوف خليف، وإلى اللقاء في مواعيد رياضية لاحقة إن شاء الله.